السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم وصفتنا الشامية، كما اللي تنباع في المحلات، تجي روعة وبمقادير مضبوطة. إن شاء الله نبدأ على بركة الله. أول خطوة دايما قدام ما نبدو في الشامية نحضروا السيرو باش نخلوه يبرد. عندي هنا زوج تاع لي طرونش تاع الليم، هنا بالميزان، يليق بالميزان باش الشامية تخرج لكم ناجحة مليون بالمئة. هنا عندي قلت لكم زوج طرونش تاع الليم، هنا عندي 300 غرام تاع سكر، وهنا عندي لتر ونص تاع ماء. هنا ندير الماء لتر ونص، نديرهم على النار. مين يقعدوا يغلو نحسب 10 دقائق ونطفي عليهم النار. هنا عندي كيلو تاع سميد تشيشه خشين، راني دارت له قرصه تاع الملح وراني مغربلاته. هنا عندي كيلو سكر، قال كاس مشي معمر، غادي نقلع منه كاس، قال زوج صباع. هنا كاس قال زوج صباع قلعته تاع سكر. عندي كاس قال صبوع تاع الزيت، نعطيهم لكم بالميزان 150 غرام تاع زيت. وهنا عندي 325 غرام تاع ماء، قلت لكم بالميزان راكم تنشعوا بيها. وهنا سر النجاح تاع الشاميه، هنا غادي نديروا 150 قلت لكم تقريبا كاس قل صبوع تاع زيت، في 325 غرام تاع ماء، تقريبا كاس وربع تاع ماء. هنا غادي نديرهم على النار مين يسخنوا شويه، ماشي يسخنوا يعني دافي، تا يتخلط الزيت مع الماء. هنا عندي اناء غادي ندير فيه السكر، الكيلو تاع السكر اللي قلعت منه كاس قال زوج صباع. هنا بعد ما سخن شويه الزيت والماء غادي نضيفها على السكر باش ندوب السكر. بسم الله. خلط مليح. هنا بعد ما دوبت مليح الزيت والماء ضفته للسكر، ضربتهم مليح، شغل راني ندور في السكر باش نضيفه على السميد. هنا عندي البلا راني دهنته بالزيت، هنا 40 على 30 كيلو تاع سميد، يرفد لكم كيلو تاع سميد هذا 40 على 30. هنا غادي نضيفه بشويه. بسم الله. خلط مليح. هنا شغل تدخلوا مليح السوائل في السميد، هذاك السكر اللي ضفنا له الماء والزيت، خلطوا مليح. هنا استعملت يديا باش ندخل مليح السوائل. بعد ما دخلت لها الزيت والماء، عندي هذا النوع تاع البلا، درت له شويه زيت غادي ندهنه. هنا غادي نديرها في البلا.
هنا حاولوا تواسوها بشويه، ما تبسطوهاش بزاف، ما تتركوش عليها. هنا راني نواسيها بشوي باش نسكم سطح الشاميه. هنا قلت لكم ما تزايروش، ترخفوه بشوي. هنا غادي ندير الخطوط، ولكن ما تهودوش حتى لتحت، من الفوق. شغلي تعلموا هنا ها ما رانيش ندخل كاع السكين تاع الداخل تاع التحت. هنا راني مسخنه الفرن، ندخلها الفرن. حاول حتى ما تشوفوا هنا الحواشي باللي حمارة، عرفوها بليها طايبه، قدوا عليها من الفوق تتحمر شويه. دائما نقول لكم انا كل وحده والفرن نتاعها. هنا بعد سيرو ما برد غادي نقص منه كاس ونعوضه بكاس ماء الزهر. هنا غادي نقلع كاس. هنا قلت لكم تخلوا 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه، طفوا عليه النار. هنا قلعت كاس غادي نعوضه بالماء الزهر. هنا كاس قل صبع غادي نضيفها على السيرو وهي سخونه. بسم الله. الاولى سقوها من الاطراف، هذا ديروا الشربات في الوسط. خلوها تبرد تماما عاد ونقطعوها. شاميه تاع برا تاع المحلات، وحده صديقه وحبيبه الله يذكرها بالخير، هي اللي عطاتني الوصفه. ناجحه 100%، تجي روعه. هنا بعد ما شربتها السيرو خليتها تبرد، خلوها تبرد. انا دائما من ندير شاميه نغطيها ببله ونخليها حتى تبرد تماما عاد نقطعها. تجي رطبه، تجي روعه روعه روعه، تجي كيما تاع برا، تجي معسله مشربه. الكميه تاع السيرو كاع اللي درتها كاع شربتها. تجي روعه بالصحه والراحه ان شاء الله. ان شاء الله تجربوها وتنشفوا فيها. تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر. بمكونات مضبوطه، ناجحه 100%. السلام عليكم.